ازيكم عاملين ايه؟ دي اول حلقه من البرنامج الجديد توب 10 بقدمه بالتعاون مع مشروع زحل كبرنامج جديد هينزل منه حلقه كل شهر. لو عجبتكم حلقه النهارده هنتكلم عن 10 مسلسلات تصنيفها جريمه واثاره وغموض، ونهايتها بقى بتبقى بلوت تويست كده جامد. لكن ال10 مسلسلات دول اندر ريتد وما خدوش الشهره اللي كانوا يستاهلوها في وقتها او بعد كده. علشان كده بقول لك من دلوقتي اهو، لو ما لقيتش مسلسلات زي الصياد او طرف ثالث او قبيل او خطوط حمراء او مسلسلات منصات زي منعطف خطر وكل يوم جمعه من اول اسبوع وغيرها من المسلسلات المشهوره، انا قلت اهو من دلوقتي المسلسلات بتاعت النهارده اندر ريتد وما خدوش الشهره اللي كانوا يستحقوها. هيكون تركيزنا على مسلسلات 30 حلقه قدرت تحافظ على ايقاعها وتكون من فتره بعد الثوره للكورونا. من غير ما اطول عليك يلا نبدا بمركز 10. المركز العاشر مسلسل الخروج. في المركز العاشر معانا مسلسل الخروج، وقصة المسلسل بتبدأ بقاتل عمل مجموعة جرائم قتل لناس كتير جدا بدافع الانتقام لحبيبته، وبيتكلف بمهمة القبض عليه 2 ضباط وهم ناصر وعمر، واللي رغم مشاكلهم النفسية وعلاقتهم ببعض بيحاولوا يتعاونوا علشان يقبضوا على المجرم اللي بيقرب قوي من الدوائر بتاعة حياتهم الشخصية وبيهدد حبايبهم وبيواجههم بمخاوفهم ومشاكلهم. وفي كل مرة بيعمل جريمة قتل جديدة بيتحطوا تحت ضغط أكبر إنهم يعرفوه ويقبضوا عليه، وفي كل محاولاتهم بتحصل كارثه جديده. مسلسل اتظلم وقت عرضه في 2016، وممكن مشكلته لو كان الكاست اتبدل بناس غير ظافر العابدين ودره كان هيكون في حته تانية ويحقق نجاح اكبر. المركز التاسع فيرتيجو. مسلسل اشهر حاجه فيه اغنيه التتر بتاعت حسين الجسمي محدش مرتاح. محدش مرتاح. المسلسل اللي في الاساس كان روايه الكاتب احمد مراد باسم فيرتيجو، واللي بتحكي عن شخص مصور من حظه انه بيصور جريمه قتل كبيره وتصفيه رجاله مهمين جدا في كازينو فندق مشهور علشان تبقى حياته في خطر وطول الوقت مهدد باللي صوره. وتحولت بعدها لمسلسل وتحول البطل لبطله علشان تعمله هند صبري، والمسلسل ما كانش بنفس قوه الروايه في الوقت ده، لكن في حاجات مميزه زي الاداء التمثيلي وخصوصا من هند صبري ونضال الشافعي. المركز الثامن ظرف اسود. احترت في المركز ده اختاره ولا اختار عد تنازلي لنفس النجم عمرو يوسف، لكن عد تنازلي حقق نجاح كبير وقت عرضه، وبرده مسلسله طايع حقق نجاح كبير جدا. لكن مسلسل ظرف اسود تحس انه وقع في ثقب اسود ومحدش فاكره، رغم انه مسلسل قوي جدا واللي بيحكي عن جريمه قتل بتغير كل حاجه في حياه البطل. بيناقش المسلسل مفهوم العداله هي الاهم ولا تنفيذ القانون، وازاي ظرف اسود بيوصل للبطل ممكن ينهي حياه انسان ويغير حياه انسان تاني. المسلسل فيه اداء مذهل من صلاح عبد الله وتايسون جنب عمرو يوسف. انا خسرت كل حاجه في حياتي يا سيدي. انا النهارده خسرت كل حاجه في حياتي. استهدى بالله بس. ليه بتقول كده؟ وانا اللي كنت فاكر السجن جهنم، ده انا دلوقتي بقول ولا يوم من ايامك يا سجن. المركز السابع طاقة نور. من اجمل مسلسلات هاني سلامه، وبرغم ان المسلسل ده حقق نجاح وقت عرضه لكن اتنسى بعد كده. المسلسل بيحكي عن ليل عبد السلام القاتل المأجور اللي بينفذ جرائم قتل لحسابات رجل الاعمال، لكن على مدار الاحداث بنعرف قد ايه هو انسان كويس وانه ما اختارش الطريق ده وانه بيحاول في قلب الشر يعمل الخير ويساعد الناس. ومن اجمل مشاهد المسلسل واللي الناس فاكراها شخصيه حمزه العيلي اللي عمل قصه حقيقيه لشخص مات بسبب الظلم والتنمر لما اترفض في الخارجيه بسبب انه من اصول ريفيه فقيره، وازاي ليل انتقام له من الناس اللي ظلموه. وبرده شخصيه شعبان البلطجي اللي ابدع فيها وليد فواز، والمسلسل قوي جدا وفيه قصه حلوه واثاره طول الاحداث. المركز السادس ظل الرئيس. المسلسل ده كان نقله في تاريخ ياسر جلال ونقله لنجم صف اول بعد سنين من التهميش، ويمكن المسلسل ده محققش نص نجاح مسلسل رحيم اللي عمله بعدها، لكن بالنسبه لي ده افضل بكتير جدا وحقق نجاح وقت عرضه. لكن انا شايف من وجهه نظري انه كان يستحق نجاح اكبر. المسلسل فكرته بتدور عن يحيى رجل الاعمال واللي كان زمان من حرس رئيس الجمهوريه، ولما كبر بقى عنده بيزنس كبير وشركات وبرضه اعداء عايزين ياخدوا منه مشاريعه. ففي يوم بيتقتل ابنه ومراته وبتفضل بنته معاه، فبيحاول يحميها ويبدا رحله البحث عن القتله، وبتساعده جارته اللي والدها اتقتل بسبب انه كان عنده معلومات عن القضيه، وبيقابل في طريقه ناس بتساعده وناس بتعطله. الاداء التمثيلي مميز، لكن ابرز دور كان لمحمود عبد المغني مع ياسر جلال، واول ظهور لميان السيد. المركز الخامس الرحله. تخيل رحله طياره تغير حياتك وتشقلبها. المسلسل بيحكي قصه مجموعه شخصيات اهمهم اسامه، الشخصيه المهووسه المضطربه واللي حابس مراته رانيا وبنته في بيتهم في لبنان بحجه انه بيحميها من الناس اللي بره الوحوش دول. زي الناس اللي بره دول الوحوش اللي بره دول.
ولما رانيا بتهرب من الطياره بتقابل كريمه واختها كارما، وتبدا حياتهم تدور حوالين بعض، وكل شخصيه بتحاول تساعد التانيه في كل مشاكلها، وازاي وسام لسه بيطاردها ومستعد يعمل اي حاجه مجنونه علشان يلاقيها، لدرجه انه قتل وخطف علشان يعرف يوصل لها، وازاي هي بتقع في مشاكل اكبر علشان تهرب منه، وتكتشف ان العالم بره مش جنه زي ما توقعت، وعليها هتشوفها تستحمل حياتها معاه ولا حياتها بعيده عنه، وازاي كريمه هتتعايش مع مشاكلها ومشاكل اختها. طبعا الاداء التمثيلي من باسم الخياط ولا غلطه، ومعاه اقوى ثنائي تمثيل نسائي ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع. الاخراج كان مميز بس الايقاع كان بيقع ساعات، فكان ممكن يتلم في 15 حلقه ويكون مسلسل اسطوري. وخليك معايا في اخر الحلقه هقول لك على شخصيه ظهرت في المسلسل ده من المسلسل صاحب المركز الاول في الليسته. المركز الرابع العهد، الكلام المباح، ده تقدر تقول جيم اوف ثرونز الغلابه، من كتابه محمد امين راضي اللي كتب اعمال ناجحه في النوعيه دي وخدت حقها، فمش معانا في القايمه دي زي السبع وصايا ونيران صديقه. لكن العهد للاسف ما خدش نفس درجه نجاحهم رغم انه بطوله ناس كتير ومشهوره جدا زي ياسر ياسين وغادة عادل وصبري فواز. مسلسل احداثه بتحصل في زمن مش معروف لكنه اشبه بالفتره العثمانيه، وبتدور الاحداث عن 3 كفور بيتصارعوا على السلطه والمال، وهم كفر القلعه وكفر نطاط الحيط وكفر النسوان. ولما مستغرب اسامي الكفور فاسامي الشخصيات غريبه اكتر، يعني كفايه سلوى خطاب اللي اسمها كان استمنوا حاجه كده يعني. والمسلسل احداثه غموض وجرايم واستخدام اساليب زي السحر واللعنات وارواح شخصيات ماتت في ميكس بين الاثاره والرعب. ورغم قوه المسلسل لكنه ما حققش نجاح كبير في عرضه او بعده حتى. المركز الثالث سبع ارواح، تحفه خالد النبوي المنسيه لناس كتير. بيحكي المسلسل عن الضابط معتز الفرماوي اللي قفل قضيه كبيره بتاعه ممثله مشهوره جوزها رجل اعمال قتلها واتحكم عليه بالاعدام، وبعد القضيه بيقرر يسيب الداخليه ويتفرغ لحياته ومراته الحامل. لكن بيجي له تليفون وواحده بتقول له عندي معلومات مهمه هتقلب القضيه، فبيروح يقابلها يكتشف انها القتيله بنفسها. وهنا الممثله بتقول له جوزي هيتعدم ظلم وانه ما قتلهاش، فلما بياخدها علشان تعترف وتطلع جوزها قبل اعدامه بتختفي هي كمان. وبيحاول معتز يكشف سر القضيه لحد ما يلاقي الراجل اللي كان محكوم عليه بالاعدام مقتول في بيته، وحاجه قمه في اللخبطه. وبعد ما كان ضابط بيحقق في القضيه يتحول لمجرم مطارد من الداخليه ومطارد من اخو القتيل اللي هو نفسه بيكره اخوه وعاوز يورثه. وبيحاول الضابط يبرئ نفسه، والمشكله ان عنده حاجه اصعب من القضيه وهي انه مصاب بالمرض الوحش. وهنا بندخل في احداث كتير ومطاردات وناس بتموت وبتصحى تاني، وفي خلاط بلوت تويست حضرتك ضرب في المسلسل. وجنب القصه والاخراج كان في اداء عالمي من خالد النبوي واياد نصار اللي كان عامل فيها جوكر الغلابه والمجرم السيكو. ولكن اجمل اداء بالنسبه لي كان من حمزه العيلي في شخصيه ارنبه البلطجي اللي بيساعد الضابط. وطبعا مش هحرق لك النهايه خلصت ازاي، لكن برضو النهايه كانت مفاجاه. المركز الثاني بين عالمين، مسلسل عظيم يا اخوانا ومظلوم جدا سواء في وقت عرضه او بعد كده. المسلسل بيحكي عن مروان موظف في شركه عقارات كبيره، بتتغير حياته لما مديره نادر بيطلب منه يدمر حياه زميله في الشغل واللي يبقى صاحبه ونسيبه، يعني مفيش علاقه اقوى من كده. والمدير بيطلب منه ده حتى من غير ما يشرح له ايه السبب، لكن بيهدده لو ما عملش كده هيدمر هو حياته بالفلوس اللي عليه للشركه، علشان مروان ياخد قراره اللي بيغير حياته وبينقله لعالم الاغنياء الكبار، علشان يلف الزمن ويطلب منه بعد ما بقى هو مدير الشركه انه يدمر نادر بعد ما بقى وزير الاسكان، وبرضه من غير ما يعرف الاسباب. لكن كل ده بيحصل في وقت ما بنته بتعمل حادثه وبقت خلاص في المستشفى، وبقى التهديد دلوقتي بين حياه نادر وحياه بنته. وبسبب ده انت بتعيش كل حلقه في مشكله اكبر بيتحط فيها، واعدائه القدام بيحطوا ايديهم في ايد بعض علشان يدمروه هو وبنته، وبيطلع فيه سر ورا الحادثه بتاعتها بيقلب احداث المسلسل في الاخر. وعايز اقول لك ان ده مش مسلسل مسدسات وضرب نار، لكنه تشغيل دماغ والعاب عقل، وازاي السلطه ممكن تغير حياه انسان وتخليه وحش مستعد يضحي باي حد حتى لو هيقتل ويسرق علشانها. المسلسل ده فيه على الاقل 7 اداءات تمثيليه ممتازه، بدايه من طارق لطفي وهشام سليم ولقاء الخميسي، وحتى الادوار الاصغر زي حازم سمير وفدرة وامير صلاح الدين واغنيته الشهيره حبيبي يا توكتوكي. المسلسل عظيم مش هتمل من ال30 حلقه بتاعته، ولو قفلات مسلسل جعفر العمده بتبهرك فحقيقي المسلسل ده بيقفل على كارثه اكبر من اللي قبلها. المسلسل الاول 30 يوم. عايز اعمل تجربة نفسية عنوانها ايه؟ ازاي تقتل انسان ويفضل عايش. ده لو احكي عليه انا هوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. المسلسل ده ممكن يتلخص بجملته الشهيره اولد از جولد. All is gold. وانا يا دكتور عن نفسي يعني بموت في الجولد. طارق حلمي دكتور نفسي في يوم 1 من شهر نوفمبر بيجي له مريض غريب بيقول له انه مش جاي يتعالج وانه جاي يطبق عليه نظريه نفسيه اسمها ازاي تقتل انسان ويفضل عايش. الجمله دي هي مفتاح كل الكوارث في المسلسل، لان من بعدها حياه الدكتور طارق هتتدمر للابد، وان التجربه دي هينفذها عليه خواكم فينيكس العرب باسم الخياط، وهي ان كل يوم هيدمر حاجه في حياته ليها علاقه برقم اليوم. طارق مش بيعتمد الكلام العبيط ده وبعدها بيطرده علشان يكتشف ان التجربه بدات فعلا
والمجرم المجنون اللي اسمه توفيق او سامح خطف بنته الوحيده رقم 1 في حياته. وتخيل بقى لما الحلقه الاولى كده تكون بسم الله خطف طفله، الباقي هيكمل على ايه؟ وفعلا بتتحول حياه الدكتور لجحيم، وكل يوم بمصيبه اكبر من اللي قبلها. مسلسل يخليك تتعاطف مع البطل ويجيب لك ضيق تنفس، وهو اصلا مش عارف هو ليه بيحصل له كده. هو المريض قال له انت عملت غلطه صغيره عملت كارثه كبيره. المسلسل ابداع كتابه واخراج وتمثيل، اجمد اداء بلا منازع لباسل الخياط بعد ادائه في الرحله، وطبعا آسر ياسين ووليد فوزي وانجي المقدم. وفي معلومه قلت هقولها لك في الاخر، وهي ان في كام يوم بين مسلسل الرحله و30 يوم، وآسر ياسين بيظهر في نهايه مسلسل الرحله بنفس شخصيه طارق حلمي، بس مش هقول لك كان بيعمل ايه علشان ما احرقلكش الاحداث. وبس كده، وبكده نكون خلصنا الليست بتاعتنا، واللي ممكن تكون عجبتك اعمال فيها او ما عجبتكش. عموما ده مجرد راي شخصي، لو انت عندك اعمال افضل من ال10 اللي قلناهم اكتبها لنا في الكومنتات. شاركنا بقى برايك، وما تنساش اللايك والشير والحاجات الحلوه دي، سواء في زحل او عندي على قناه كامل العربي. وشكرا ليك جدا لو وصلت لحد هنا. سلام.